السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم البنات، فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. المهم هذا الروتين هذا البنات راني ديجا مونطيتو وديجا حطيته في القناه، ولكن بريفي ماشي حطيته بريفي. ومن بعد من تحسن الوضع وتبدل داكشي كامل اللي كنت هضرت فيه في هذا الفيديو، صافي قررت انني نعاود ليه المونتاج باش ما ندير لكمش الطاقه السلبيه وداكشي راكم عارفين. المهم هذا الفيديو هذا صورته في الوقيته اللي كانت القناه عندي في الريسك. المهم كان كيجوني داك الميساجات وداكشي تما فين مونطيتو لكم وانا طالع ليا الدم، داكشي علاش قررت انني نعاود ليه المونتاج. البوطاجي كيفاش داير؟ ملي تغسل البنات الماء هنايا كيبقى يهبط لي الماء من هاد البلاصه هاد البلاصه كتعمر ليا هنا. راه جاب الله الفورنو ديالي هزاه بواحد الخشيبات ما كيتقاش. عرفتوا البنات؟ معذبني ديال بصح. هذا راه غير شويه ديال الماء وشوف شحال ديال الماء هبط لهنايا، اما ملي كيكونوا بزاف كنتعذب، خاصني نغسل الماعن ونحبس نشف هذا الماء وعاد نكمل. وعاد البنات كندير واحد الشيفونه اللي هي زعما باش ما يهبطش، وهكا كتعمر وكيبقى يهبط الماء. يعني ضروري ان شاء الله خصني نصلح هاد البوطاجي في القريب ان شاء الله خصني نصلحو باش نرتاح وتولي عندي الخدمه سهله، ما بقاش بحال هكا معذبه ان شاء الله باذن الله. ايوا صافي البنات، هادشي اللي غنشارك معكم ان شاء الله. المهم غسلت ميناتي، غنجمع الكوزينه وغادي نخرج البنات باش نقضي واحد الغرض. المهم هذا الفيديو هذا النهار هذا كنت صورت فيه جوج فيديوهات. فيديو المهم شريت فيه واحد الحاجه زوينه غنبارطاجيها معكم ان شاء الله النهار الثاني، والفيديو الثاني اللي هو هذا صورت فيه غير الروتين والتقضيه اللي جابت وداكشي، غير باش تفهموا، باش من نحط لكم فيديو الاخر تفهموني شنو كندير. صافي البنات جمعت الكوزينه، مسحت الفرن قديت، خليت الكوزينه مورايا كتشعل، الدار كتشعل. صافي وخرجت البنات مشيت تقديت، وهذا الشيء كامل وانا طالع ليا الدم، زعما طالع ليا الدم وكتمبرزطه وما ماشي هي هذيك. داكشي علاش الفيديو الاخر البنات اللي شريت فيه هذيك الحاجه ما عاودتش ليه المونتاج، راه خليته هكاك، قلت غير خليه ماشي مشكل. هذا اللي مونطيته وانا معصبه بزاف. صافي قلت ما نزرعش فيكم البنات الطاقه السلبيه. الحمد لله دابا الامور تقادت، كلشي ولا هو هذاك، ما كاينلاش زعما صافي كلشي فات الحمد لله غير مني فاتت. صافي البنات خديت الحوت، شوفوا بدرجات البنات كنت ماشي هي هذيك، ماشي في كانتي والله البنات الحوت ما رديت ليه البال، كانت مشهياه وباغاه وتا من الدار قال لي لقيتي الحوت جيبيه، والله البنات ما رديت ليه البال، غير شفتو قلت له شحال الحوت، هي هذه قلت له عبر ليا كيلو، تا جبتو للدار داكشي ولقيت الحوت ماشي ما زوينش بزاف البنات، مهرهر فهمتوني، ما زوينش ماشي جديد. وهكاك البنات غسلته. واش غندير؟ غسلته حيدت ليه العظم ديالو وشرملته، وان شاء الله هو اللي غندير للعشاء. المهم درته هو وشليضه وشويه ديال زعلوك. المهم نتوما تشوفوا معايا كلشي ان شاء الله في الفيديو. غسلته البنات على برا في السطح. البنات انا غسلت دابا الحوت، باقي ليا غير الدجاجه نغسلو لداخل، صافي نوجد العشيوه ديالي على بكري البنات باش نجلس نرتاح. هذه التقضيه اللي خديت اول حاجه البنات هذا الكعك هذا، السيد هذا لقيته في المارشي داير طونوبيل، الكوفر ديالها معمرهم بهذا، قلت له بشحال؟ قال لي 8 دراهم وانا ناخذ من عنده جوج. كيعجبني بزاف البنات هذا الكعك هذا مع اتاي. بالنسبه لنا التقضيه خديت غير باش نديباني هذاك الشيء محدود، غير اللي يوصلني نهار الاربعاء ان شاء الله ونتقدى في مره. خديت البنات غير نص كيلو ديال المطيشه، كيلو بطاطا وكيلو بصله. الزيتون خديت نص كيلو لحقاش كينفعنا غالبا غدا ديالي انا وبنتي هو الخبز واتاي والزيتون والبيض. المهم كنديباني وكينفعني بزاف هذا في الديباناج. خديت البنات الدجاجه، حيدت ليها الجلده وقرطتها في مره باش كتجيني ساهله في الغسيل. خديت البنات الثومه ما بقاتش عندي، وخديت النعناع والشيبه وهذا الرباعي. القزبر ما لقيتوش صافي ما خديتوش. انا كان عندي بحال البنات، ماشي ضروري يكونوا بجوج عاد باش نطيب، سوا طيبت بهذا سوا طيبت بمعدنوس بحال. صافي البنات وخديت الحوت راني وريته لكم في قبل هو الاول. صافي هادشي اللي خديت البنات، الله يجعل البركه. هادشي هذا ان شاء الله راه يدوز ليا حتى نهار الاربعاء باذن الله. اهم حاجه البنات هو النعناع. عرفتوا البنات شحال كنت محرومه من النعناع، كنت كنجيبو تيبقى قلبي في فمي غيخسر ليا غيدير ليا كنبقى نفزق فيه ولكن الحمد لله ربي كبير. دابا غنديرو نقيه ونديروه في شي بواطه ونخشي في الثلاجه يدواز ليا تيتسالى على خاطرو. عرفتوا كنت كنبقى معذبه معاه، راه غيسالي ليا راه هادي وبعيد عليا البنات، اما خصني ناخذو من السوق اما خصني نمشي حتى للمارشي باش ناخذو، ولكن الحمد لله ربي كبير. صافي البنات دابا غادي نغسل الدجاج
وندير هاد الخضيره هادي في الثلاجه اللي غدير في الثلاجه نديرها وصافي. وندير البنات كسكروط راني تعطل ديجا، دابا راه 6، خصني ضروري نطيب غير براد اتاي ونحط البنات هذاك الكعك صافي. الله يجعل البركه. حتى غندير ان شاء الله في العشاء غندير البنات الحوت وغندير شي شليضه وصافي. البنات بديت بالكسكروط هو الاول. المهم درت الغلي اللي يسخن باش ندير الكسكروط. ندير غير اتاي كيف ما قلت لكم، نحط شويه ديال الحلوه وصافي. وهنا البنات جبت الدجاج، جبتوه مغسول مقطع محيده ليه جلده. هاد الطريقه كتجيني ساهله بزاف صافي. كنجيبو كندير ليه غير الملحه وتنحيد ليه داك الجلود ديالو وتنقدو في هذا الحامض صافي. ومن بعد كنشلو وكنديرو يتسقطر وعاد كنديرو في الفريكو. هذه هي الطريقه ديالي البنات صافي. هكا ولا كيجيني ساهل ماهل. كنجيب دجاجه كامله بجلدتها بكلشي ليها وعاد كنبقى نقطع وهذا كنتعذب. اللهم هكا كيجيني ساهل دغيا خصوصا الا كنتي مزروبه ولا شي حاجه دغيا صافي. البنات هنايا عرفتي شحال ضحكت على راسي في هذا النهار هذا. عرفتي دايخه عقلي ما كانش معايا نهائيا وكنت مبرزطه. تخيلوا البنات جبت جوج حامضات عند بالي راهم حامضات، جبتهم على نيتي وكلشي صافي. هذيك حتى قطعتهم ونلقاهم ليمونات. تخيلوا ما رديتش البال نهائيا راهم ليمونات جاوني بحال حامضات. وهكا البنات خليتهم في الدجاج والله الا حيت هما اللي عندي انا عند بالي راه حامض صافي. شديتهم خليتهم في الدجاج والله الا لحيدوا البنات ريحه الزفوريه. وحتى قربت البنات نشللو عاودتو سميتو بالخل، عاودتو بالخل وصافي وشللته في مره ودرته في الثلاجه. وبالنسبه لليمون البنات دار نفس الخدمه ديال الحامض زعما ما كاينش فرق. انا ملي لقيتهم ليمونات قلت والله تنخليهم نجرب نشوف شنو غيوقع صافي. البنات ملي ساليت خليت الدجاج يترقد في الليمون ماشي في الحامض صافي. ودزت البنات كنقاد هاد التقديه كنصاوب كل حاجه في بلاصتها. هاد الزيتون البنات عجبني بزاف الترميله ديالو حمقاتني صافي. درتو في الطاسه ونديرو في الثلاجه. الخضره اللي جبت المهم جبتها شي حاجه يعني درتها حتى هي في الشبيكات ودرتها في الثلاجه. هنا البنات غادي نقي النعناع. الصراحه البنات النعناع كنت محرومه منه. عرفتوا راه كيحمقني شي حاجه سميتها النعناع ويبقى هكا منعنع يبقى خضر وطري عرفتي كيحمقني. عرفتي كنجيبو ما عنديش الثلاجه وكيلوا ملي كيلوا كيعصبني ما كيعجبنيش وكيدير واحد الريحه ما تبقاش ريحته زوينه بحال كما هو طري فهمتوني. صافي هنا البنات كنقي تنحيد ليه جدوره وكنقسم كل وحده على جوج باش كيجيني هكا ساهل فاش كنبغي نديرو في البراد. صافي البنات هادشي اللي كاين. هذا هو الروتين ديالي. مازال ان شاء الله الروتينات ديالي يزيدوا يزيانوا باذن الله ويزيدوا يعجبوكم. دابا الحمد لله كلشي ولا عندي متوفر ما بقيتش معذبه ولا عندي الثلاجه الحمد لله ولا عندي الماريو اللهم لك الحمد. وحويجات اخرين عاوتاني حتى هما خديتهم باذن الله غادي نشاركهم معكم وانا متاكده غتفرحوا ليا. الحمد لله البنات الحمد لله والله العظيم لا ربي كبير قسما بالله لا ربي كبير وما كيخلي حتى شي واحد. خاصك تصبري. دابا البنات اللي كاين شي بنات جداد يكونوا كيتفرجوا فيا يقولوا هذه سعدات دغيا وصلت لهذا الشيء دغيا. والله البنات ل 6 سنين ديال الصبر هذا غير في الزواج 6 سنين البنات. تخيلوا 6 سنين ما عنديش ماريو. اول مره غنشري ماريو تخيلوا على 6 سنين وانا صابره بماريو حالته حاله مهرس وما فيهش الطباقي ومدقدق وما عندوش البيبان حوايجه كلشي كيبان وما عقلتش انا ما عرفتش انا واش تكونوا عاقلين عليا في الاول ولا يلاه انضميتوا جداد ولا. ولكن راه الحمد لله راه ربي كبير. اي حاجه البنات صبرتوا عليها يعني صبرتوا وكنتوا راني بداكشي اللي قسم لكم الله اقسم لكم بالله الا ربي العوض ديالو كيكون حسن 100,000 درجه. الصينيه ديالي البنات كنت غطيت بها قصريه ديال الكسكس وخرجتها في سبيل الله داك النهار باقا ما جابوهاش ليا صافي. حطيتها البنات غير في الطابله حيت عندي وحده حطيت غير في الطابله حتى التبصيل ما عنديش تبصيل كبير درت غير هذا صافي. هذا هو الكاسكروط البنات نديرو كاسكروط وديك الساعه نبدا نصاوب العشاء ان شاء الله. وصافي البنات هذه هي العشيوه ديالنا كنتمنى تعجبكم. المهم داكشي راه جاي سلام البنات جابنين خصوصا اننا شحال البنات ما كلينا الحوت من رمضان توحشناه بزاف. عرفتي جا داكشي زوين ما شاء الله. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وشكرا لكم البنات بزاف على الدعم ديالكم ليا. شكرا على الميساجات ديالكم. شكرا على اي حاجه زوينه كديروها معايا. الله يرحم لكم الوالدين وبسلام عليكم البنات حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. غير بقاو معايا ان شاء الله غادي نعجبكم.